مم. شي على الشوارب وهالقطعتين الشيش. وبدعك قد ما فيني بدعك. يسعد اوقاتكم يا غوالي. بدي ساوي لكم شيش مو على اصول العامة، على اصولي انا، لدرجة انه بتاكلوا اصابيع عيد وراكم والايد الثانية بتطعموها للي جنبكم كمان. بدي نبهكم على شغلة ضرورية كتير. عندي اول شيء، عندي كيلو صدر تقريبا 900 جرام. هذا الصدر لونه ابيض، وفي صدر لونه اصفر، هذا بيكون اكل من الارض نظامي، اما الصدر الاصفر بيكون اكل ذره بس. طبعا الصدر الاصفر هو بالوصفات العامة هو اطيب وادسم بصراحة، ولكن انا بدي اخذ هذا الصدر. بنشيل هدول الطوارف، بدنا ننظفهم، بنشيلهم منيح، بنشيل اي عراق مشان ما يعني، مو مشان شي، مشان ما نتضايق بالاكل هيك. انا اساسا منظفهم يعني بس هيك للتنويه. بنقطعهم قطع يعني وسط تقريبا، لا كبيرة ولا صغيرة. بهالشكل هذا، لانه انا بدي اشويهم ولكن بدون فحم، ما بدي استخدم الفحم، بدي اشويهم. فيكن تشووه بالمقلاية، فيكن تشووه بأرض الفرن، فيكن تشووه بالصينية على النار، اللي تحبوه. على ما حضرت الطعام هاي بدي ساوي التبلة. طبعا بعد ما قطعناهم بننقلهم على صحن، وبدنا نساوي البهارات. ركزوا معي، شوفوا شو راح ساوي لكم بالبهارات لحتى خلي الدجاج هيك طري ويسحب بهارات بسرعة، ويعني وبتاكلوا نكهة ما بتنسوها بحياتكم. عرفتوا كيف؟ لكيلو الدجاج بدي نص معلقة دبس بندورة ومعلقة دبس فليفلة. بدي معلقتين لبن، او فينا نحط 3 معالق كمان لانه اللبن يساعد الدجاج انه يطرى. وفي شغلة بدي لكم شغلة، وبدي تقريبا نص معلقة اكل بابريكا حلوة. اذا بدكم حدة ما عندكم مشكلة، فيكم تساووا حدة. شوي فليفلة مطحونة. بدي تقريبا نص معلقة كزبرة او اكتر، لانه الدجاج بصراحة يعني الكزبرة صديقة الدجاج. عرفتوا كيف؟ شوي صغيرة فلفل ابيض، وشوي صغيرة جوزة الطيب، هيك رشة خفيفة، لأنه جوزة الطيب بيساعد الدجاج كمان إنه بيطرى. بدنا فلفل أسود أكيد. بدي هالكمية هي نعم، شايفين كيف؟ بدي شوي زيت زيتون، طبعا بكل الأحوال هي آخر القنينة. بدي شوي زيت عادي، طبعا زيت العادي بخليه أكثر من زيت الزيتون. أما زيت الزيتون إذا بدي كتر منه، طبعا هو طيب كتير، بس إذا بدي كتر زيت زيتون راح هيك يمرمر على الاستواء، يعني يصير مر أكتر. بدي شوية ملح، طبعا الملح حسب الرغبة، بس أنا بدي أحط شوي لأنه المحمرة عندي ملحها شوي زايد. وبدي بصلاية صغيرة، وبدي شوية فليفلة. فليفلة حدة أو باردة اللي بتحبوه. عندي سنين توم بحطهم معهم، وبنطحن. وبضل بطحنهم لحتى وصل لهالقوام الكريمية هي، شايفين؟ يعني لو الهاتف إله فجوة كان شميت الريحة، لو تطلع الريحة من الهاتف. بنزلهم كلياتهم هيك بهالطريقة، وبدعك قد ما فيني بدعك ونمسج. يعني إذا بدي أدعك تقريبا 10 دقائق ربع ساعة كمان مو غلط، المهم إنه بدعكون منيح لحتى يشربوا التبلة بأكمل وجه. يا سلام على الريحة. بهالشكل هذا بدخلهم على البراد أقل شيء 3 ساعات. طبعا إذا مستعجلين عليها فيكم تساووها، ولكن 3 ساعات بتكون أطيب بكتير على فكرة. هلا بالعادة الشيش بيحطوا له الثوم والمخلل، أنا ما بدي أحط له الثوم والمخلل، يعني الطريقة صارت كتير شائعة. أنا بدي أحط له شيء جديد، بدي ساوي له بيواز، بس البيواز راح ساويه هيك على شكل سلطة، راح تطلع طيبة كتير. أول شي بدي بقدونس بفرمه بشكل خشن يعني هيك. هي وحدة.
بهالشكل هذا فرمناهم. بنحط شوي منهم على جنب. ليش؟ انا بقول لكم باخر الفيديو ليش. انتوا اكتبوا لي بتحبوه بالطريقه اللي هيك التقليديه، انه مثلا كريم توم ومخلل، ولا بتحبوه مثلا بالبصل والبقدونس والبندوره وهي الامور؟ اكتبوا لي بالتعليقات. ايه نفرم كم ورقه نعناع هيك عليهم، كمان خشنين بيكونوا. نفرم حبتين بندوره فوقهم هيك بهالشكل هذا. هاي واحدة، وهي ما بدنا اياها. بس وهي الثانية. عندي هالبصلاي هاي بدي افرمها عليهم. بدي اياها ناعمة خشنة اللي بدكم اياه، انا بدي اياها بالشكل هذا. عرفتوا كيف؟ هي هيك، هي السلطة اللي بدي اياها. بحط عليها زيت زيتون، حمض، ملح، فلفل اسود، كمون. بس ما بحطهم هلا، اذا حطهم هلا هيك راح ينزلوا يسلتوا يهلسوا، يعني مثل شو ما بدكم سموه. فما بحطهم هلا، بحطهم بالاخير بعد ساعة من الحكي لحالي. واخر شيء الكاميرا طلعت ما تصور، سويت رغيفين محمرة، حطيت لهم شوية زيت زيتون، بقدونسات بيناتهم، ونطبعهم على بعض ونخليهم على جنب. هاي الشيشات يا غوالي بعد 3 ساعات. شايفين كيف؟ هلا بدي شكهم بهدول العواد او بهدول السياخ الخشب. لبين ما بخلص شكهم بهدول السياخ الخشب، بدي احط هي على الغاز على النار، يعني لحتى تسخن شوي تاخد حرارة. فيكم تحطوها بالفرن كمان مع شايفين كيف؟ ونشكهم. اذا نشكهم بالطول بيكون افضل، بيستووا معنا اسرع من وقت نشكهم بالعرض، حسب شكل القطعة. عرفتوا كيف؟ هيك تمام بهالشكل هذا. شايفين؟ خلصناهم. شوفوا ما احلاهم، ما شاء الله. بدنا هدول اجباري لازم هيك على جنب. وواحد بصل كمان. هدول البصلات اذا بدكم رشوا عليهم شوية زيت مشان يستووا اسرع. عرفتوا كيف؟ مشان ما يعذبوكم بالاستواء. هيك بعد ما سخنت نبلش ننزلهم. لحظة، هاي في قطعة مو ظابطة، احسن ما تنزل معنا ناخذ غير اللي نظبطها. هيك بهالشكل هون. وهيك واحدة هون كمان، وواحدة هون كمان. شوفوا لي على هالشكل النهائي. راح نكشف ونشوف المحاريث اللي جوا. يعني الريحة كأنه شاويهم على الفحم. شوفوا لي، شو رأيكم؟ يا سلام، فليفلة مشوية، كم بصلة هيك، كم قطعة بصل، سلطة خنفشارية، ونلف. يا كريم ويا مرخص الرجيم.